طبق النودلز ده يمكن من احسن اطباق النودلز البارده اللي انا جربتها، وهي نودلز الكولدونج ميون من مقاطعه كيونجي دو في كوريا. هنبتدي باننا ننقع شيتاكي مشروم او ممكن تستخدموا المشروم العادي. بعد كده هنقطع لحمه شرايح ونبدا نتبلها. هنتبلها بصويا صوص فاتحه، زيت سمسم، وشويه فلفل اسود، وشويه دقه سوداني اللي هو عباره عن سمسم وشويه ملح. هندقهم مع بعض، عليهم هضيف توم مفروم، واخر حاجه السكر، ونقلب كل ده كويس. لبقيه التوبينجز هنستخدم خيار هنقطعه شرايح رفيعه. بعدين هنحطه في بوله، نرش عليه رشه ملح خفيفه علشان ينزل الميه اللي فيه، ونشيله على جنب علشان هنشوحه بعدين. بعد كده هنجيب 2 بيضه هنكسرهم في طبق. بعد كده هنفصل الصفار عن البياض، نرش عليهم رشه ملح صغيره، نضربهم كويس، وبعد كده نشيلهم على جنب برضو علشان هنسويهم بعدين. في الوقت ده الشيتاكي مشروم بقى جاهز، هنعصره كويس ونقطعه لشرايح رفيعه. ونيجي لسلق النودلز. هنستخدم السوميون نودلز اللي هي النودلز الرفيعه قوي دي. هنسلقها، وكل ما تيجي تغلي هنحط عليها شويه ميه ساقعه لحد ما تستوي. هنطلعها نصفيها ونشطفها بميه ساقعه كويس قوي. للصوص بتاع النودلز هنستخدم صويا صوص، زيت سمسم، مستخلص البرقوق الكوري او دبس رمان، شويه سمسم محمص وسكر. وبعد كده هنقلبه كويس ونضيفه على النودلز ونقلبها كويس ونشيلها على جنب. يلا بقى نسوي كل المكونات اللي احنا عملناها قبل كده: الخيار، البيض، البياض والصفار، علشان هنجرنش بيه الطبق من فوق. بعد لما نسوي البيض هنبدأ نعمله رول كده ونقطعه لشرايح رفيعة. بعدين نسوي اللحمه والشيتاكي مشروم مع بعض. واول ما اللحمه تستوي كده بقينا جاهزين ان احنا نحط التوبينجز على النودلز. هنغرفها في الطبق بتاعنا، نحط كل التوبينجز اللي احنا عملناها، وفي الاخر رشه من دقه السمسم اللي احنا عملناها. بجد يا جماعه طعمها تحفه، جربوها وادعوا لي.